شقيقة الفنانة دلال عبد العزيز في أول ظهور خال الفنانة دنيا وإيمي سمير غانم. نشرت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة من الصور مع خالها وزوجته لأول مرة على حسابها على موقع انستجرام. وجاء ظهور دنيا سمير غانم الأول بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد زوجته، وعلقت دنيا قائلة: كل سنة وانتي منورة حياتنا يا أجمل وأجدع أخت كنوزة، بحبك. من المعروف أن خال دنيا سمير غانم متزوج من المغربية تدعى كنزة أحمد. ومن ناحية أخرى فاجأت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بخبر فني جديد يخص عملا فنيا جديدا لها. العمل الفني لدنيا تعاقدت عليه ضمن ماراثون رمضان 2025 مع المنتج محمد السبكي، وتم الاستقرار على اسم الدور ليكن أيضا هو اسم مسلسلها الجديد. من خلال هذا العمل تعود دنيا سمير غانم للكوميديا مرة أخرى. تمثل دنيا سمير غانم في هذا المسلسل بنت الزوات، وهذه الخطوط العريضة العملة حيث تظهر في ثوب بنت الزوات تتعرض للعديد من المواقف التي تظهر بشكل كوميدي. أطلقوا على المسلسل اسم عيشة أو عائشة، من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي. وجاري حاليا ترشيح الفنانين المقرر أن يظهروا معها في العمل. أحدث أعمال الفنانة دنيا سمير غانم في الدراما التلفزيونية هو مسلسل جت سليمة، أحداث كوميدية تشويقية، وهو العمل الذي يجمع بين هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التلفزيونية. ويشارك في بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي وسلوى خطاب وميان السيد ومحمد سلام وسيد رجب وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيري.